عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مساء وانتم طيبين. بصوا انا بخلي الليمون بقى، الله يرحمها، بطريقة امي وطريقة اختي الله يرحمها، اختي الكبيرة، هي اللي مربياني يعني. هي دي طريقتها الله يرحمها. بصوا انا سلقته اهو، ودي ميته، بشيل ميته خالص وبغسله، بخليه في نفس اليوم وبغسله. وبعمل ايه بقى؟ بملحه، هتشوفوها دلوقتي وانا بملحه. طريقة يعني طريقة فلاحين. طيب شوفي مين، طريقة الناس اللي هي ايه الفلاحين. انا اتمدنت وكان احنا بنحصر بايدينا، بس دلوقتي بقى في كبة. هنضرب الليمون في الكبة ان شاء الله. ماشي. أبارك السلام على سيدنا محمد. يا رب يعجبكم الفيديو ده. والليمون تخليله بدل ما تجيبوا الليمون ب10 جنيه، لا انتوا تخللوه افضل لكم. بخلله بقى بالطريقة بتاعتهم الفلاحي، الناس الغلابة. ايوه. على فكرة انا بعمل ما بعملش بمقدار بقى كده بالبركة زي ما هي معلماني. الله يرحمها يا رب، رحمة واسعة عليها وعلى امي وعلى اختي. انا اصل هي اختي اللي ربتني، امي الله يرحمها بعد ابويا يعني ايه، كانت سايبه الموضوع شويه. ده قشر بقى ماشي، وده الليمونه، قشر الليمونه ولا انا مقشراه والله بايدي. ماشي. هحط عليه ميه من الفلتر عشان يبقى فيه نسبه ميه عشان الكبه، عشان بخاف على الكبه. غاليه عليا والله، وغاليه فلوس وغاليه كل حاجه، ونفعاني ايدي ورجلي، عشان انا عندي صباعي ده السكر ما بيتفردش. انا بعمله بالكبه، الليمون بحصره على فكره، هتشوفوا كل حاجه معايا بالفلاحي بالبلدي اهي. اهو كده انا عملته، هصفيه بقى عشان ما يشتروش مخلل. جميل اهو. اهو بصوا انا هعمل ايه بقى، حبه ميه، افتح من الحنفيه حبه ميه. بصوا انا عامله ازاي بالاول كده، ازاي بغسل الكب بتاعت الكبه بالميه على الليمون اهو. وبحط بقى الليمون ده على هصفي بقى بيه. هجيب حد بس مساعد معايا يشيل معايا. لا هرجع لكم تاني بالفيديو، هوريكم وانا بخلله بقى وانا بقعد بقى قعدتها. ايه يا حبايبي، انا قعدت بقى في الارض وجبت الحاجه عشان انا بحب قعده الارض الصراحه. ما بعرفش اقف كده واعمل اكل وانا واقفه وترابيزه والكلام ده كله. انا على الفطره على وضعي. بصوا انا بشرب جزر اهو، حط شويه بتاع ده، بشرب جزر. ماشي. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بشرب جزر، انا مخليه ليمون هوريهولكوا دلوقتي، مفتحاه اللي هو شبه العصفر، بس برضه بالبركه مش حاشيه ليمون. ده الفلفل ده بقى، وده الفلفل الاحمر اهو، ضرباه في الخلاط في الكبه اهو. ناقص بقى احط العصفر والكركم والحاجات دي كلها. ماشي. واعملها بقى. هاتي لي حاجه فاضيه يا الاء، هاتي لي مقص. بصوا بالبركه بالبركه والله، البركه ما فيش اجدع منها. والبلدي بلدي يوكل، الفلاح فلاح. بصوا البرطمانات انا غسلاها وشايلاها على مدى ان انا ما كنتش ناويه اجيب ليمون واخليه، لما لقيته كتير وحلو يعني، وهو مش رخيص برضه يعني، معقول ب10 جنيه وب8 وب15 جنيه على يد البياعين بقى، كل بياع ليه وضعه. انا بقى بعمله بطريقه امي والله العظيم الله يرحمها، وطريقه اختي الله يرحمها، الف رحمه تنزل عليها. بصوا اهو، من الشفشق ميه كمان، ما بحطش ميه بتاعته عشان الميه بتاعته بتمرر، فانا ما ينفعش. هو كده كده الليمون الاصفر مش بيمرر،
مش مر يعني زي الليمون الاخضر، اما الليمون الاصفر حلو طعمه حلو. ميه عاديه. دوت حبه البركه، احط كزبره مطحونه اهي اهي اهي. كنا زمان بنحط الكزبره اللي هي الهيم بقى، اللي هي الحص، مش المطحونه. وما كناش بنحط الكركم. بعد كده بقى ايه، ايام امي ما كناش بنحط الكركم، كنا بنحط كل حاجه الا الكركم. اختي بقى الله رحمه الله هي اللي ايه، اللي علمتني الكركم. كركم حلو، هاتي معلقه كركم حلو. وادي الشطه، ده الشطه من غير ما انا حاطه فلفل عشان اللي ياكل ليمونه يتشطشط في بقه. الشتا جاي بقى، وعايز الليمون المخلل، وعايز بتاع اللفت المخلل، وبارك وسلم على سيدنا محمد، وعايز العدس والبصارة والحاجات دي كلها. لمي دول يا بنتي. ادي الزعتر اهو، بتاع ده اسمه ايه، العصفر. ماشي. انا خليت امبارح برطمان زي ده كده، بس عملت ايه بقى، فتحته شقته نصين، وحطيت له جزر وفلفل وبرضه نفس المقادير بتاعت العصفر وكل حاجة مع بعضها. بقى المقادير تاني، حطيت كركم وحطيت عصفر وحطيت كزبرة مطحونة، حطيت شطة، حبة البركة. ماشي. ولسه بقى احط بقى ايه، الليمون، بعمل نوبة ليمون وفلفل. وبعد كده بحط الفلفل الأحمر. بعد كده بحط بعصر الليمون وبعمله، بحط فلفل اخضر من تحت زي ما انتم شايفين كده. هاتي ملح يعني، هاتي البتاع بتاعت الملح. بس خليكم معايا واحده واحده اهو. احط دلوقتي باذن الله كده، ربنا يصلح الحال. عايزه احط بص بقى على ده البتاع اللي هو ايه، الليمون اللي انا ضربته في الكبه احصره. بصوا الليمون ده احط حبه من تحت، ماشي، بتحبي ناكله بقى، وبحط حبه من فوق اهو. بصوا بقى انا بعمل بالبركه، ما بعملش زي ما بضرب الميه بالملح والكلام ده، لا اهو. بصوا اهو، اديني كده حطيت قدامكم كل حاجه. بصوا احط فلفل اهو، فلفل حامي اهو، فلفل حامي. ده بالنسبه للناس اللي الفلاحه اللي هي بتعمله بالبركه، اللي هي الناس القديمه، الله يرحمها بحق ايدين النبي، يرحمهم رحمه واسعه. بصوا حبايبي، مش عارفه الفلفل مش عايز ينزل ليه، فرده رجلي كده. بصوا الجزر اهو اهو، الجزر كل ده من تحت. ماشي. خليكم معايا واحده 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 واحده. في الليمون الجزر. بس يا الاء، عايزين حبه الليمون دول نحطهم من هنا كده. استنوا احصر الليمون بس. اصفي الليمون معلش، اصفي الليمون اهو اهو. ايوه، هات الحاجه دي، اصفي الليمون. ميه بملح دي، ميه بملح دي هو ايه، زي ما تتقلب كده بيها اهو. بصوا شايفين، شايفين. وبحط برضه قشر الليمون ده تحت، التصافي بتاعت الليمون. بصوا التصافي بتاعت الليمون ده واحطها بصوا من تحت زي ما انا وريتكم. حطيت الجزر والفلفل والملح، واحط ايه، حبه الليمون بقى. بصوا اهو اهو، والله بالبلدي، والله بلدي يوكل يا ولاد اهو اهو. اخر حاجه بقى احطها ايه، الليمون اللي هو اتعصر. بصوا احطها دي كده على الكبه تصفي، ودي ميه الليمون اهي. بصوا بقى ايه، ادي الفلفل الاحمر. ما جبتليش المعلقه ليه؟ فين المعلقه؟ بصوا حبايبي، ما تنسوش الاول حاجه انا حطيت قشر الليمون اللي انا مقشره بيه الليمون،
وبعد كده حطيت الفلفل، وبعد كده حطيت ملح، وبعد كده حطيت حبة جزر، وبعد كده حطيت عصرة ليمون من الليمون اللي انا ضرباه في الكبة. هحط دلوقتي شطة اهي ضرباها انا اهي كده، فلفل احمر. فلفل احمر بقى بالشطة ومتظبط وكل ده. بصوا بقى هحط ايه، حبة من العصفر والحاجات اللي انا حطاها، حبة البركة والعصفر والكلام ده كله اهو اهو. المفروض احط دول في الاخر بس انا بحط عشان تحت. ماشي، ما حطيتش ليمون لا لسه، بس بحط اهو حبة واحد ليمون، رق ليمون ورق فلفل ورق جزر والحوار كله بقى باذن الله. اهو اهو بصوا اهو اهو. بصوا عشان الصوت ازاي، بصوا شايفين؟ لما اجي اطلعه ان شاء الله هوريكم. بصوا مش مهري، بس الليمونه بليمونتها اهي اهي. ده بقى مش مشققاه، اللي جوه مشققاه، هوريهولكم برضه. هخليكم تشوفوه وتشوفوا احلاوه. هاتيه كده يا الاء، هاتيه بحاله كده بس ما تمسكيه بيدي الاتنين. انا بعلم حفيدتي يعني تعمل ازاي. ماشي اهو بصوا اهو. وعلى فكره انا بقلبه برضه. بصوا حبه ليمون من اللي انا ضرباه في الكب، الحق اللي هو الفت الليمون. بصوا بصوا شكل الليمون من جوه. ايوه حطيه هنا كده عشان اوريهولكم. اوريهولكم خليهم يشوفوه. هيبقى مشطشط وايه جميل. بصوا اهو اهو. انا نسيت اقول لكم ان انا هعمل لكم فيديو واوريكم الفراخ اللي انا جبتها، وهوريكم الشقه اللي انا عملتها ومظبطاها وكلفتني ازيد من 120,000، وبرضه ربيت في البلكونه. هحط برضه ايه ليمون اهو. ربيت في البلكونه، وهوريكم بقى الفراخ اللي انا جايباها بقى وحلاوتها عشان رمضان. كل بنستعد عشان رمضان. يا رب يبلغنا رمضان ويبلغكم كلكم رمضان بحق ديننا، ما يغيب منكم حد يا رب. متنسوش بقى تعملوا بالصلاة على النبي كده، بارك وسلم على سيدنا محمد، تعليق كده وشير وتشتركوا في القناة كده وتدعموني شوية. دعموا ام محمد اللي هي ايه تعبانة شوية كده، يلا دعموني. بصوا بقى اهو اهو. وهقلبه برضه، هقلب تاني. احط بقى ايه حبة شطيطة اللي هي الدقة اللي انا عاملاها. ما تزعلوش مني انا بتكلم بطبيعتي. ها بصوا الجزر اهو، جزر. محدش بيحط على الليمون جزر، انا بحط على الليمون جزر. اما انتوا ابو العارفين كلها، يديكوا فيها البركة ان شاء الله. ربنا يبارك في عمركم يا ولاد، ربنا يصلح حالكم. بصوا انا عندي الكل بيقول لي ليمونك وبس، على فكره الليمون ده نفس. جبت، قلت اجيب امبارح، جبت اول امبارح ليمون من راجل حسبهولي غالي قوي. رحت بعت البت جابت الليمون جابته ب 10 جنيه وهو باعهولي ب 15 جنيه. قلت مش مهم، ناس كويسه وناس يا بنتي بيستغلوا الموضوع. انا عشان ما بقدرش امشي بعيد السوق، هم هنا باعولي ب 15. اللي انا مخليلاه قدامكم دلوقتي هوريهولكم ومفتحاه وكده. بياخد مني وقت بس انا بحب اخلي الليمون كده، محبش اجيب اللي هو الجاهز ده. ده بيوفر علينا بقى، على قد ما هو غالي برضه بيوفر. بصوا انا بعمل كده. بصوا الله على ريحته، فقع والله، ريحته فقعه جامده قوي. بصوا ريحته. انا سبت التمثيليه وبخلي الليمون. شفتوا؟ راح اتفرج على تمثيليه عبد الغفور البرعي، بتسلى بقى ماشي عشان هما في المدارس العيال. باجي بقى انا سايبه بقى التمثيليه وبتفرج على وبعمل الليمون. فانا بقى عكستها، بتفرج على التمثيليه كنت اتفرج على الليمون واتفرج على التمثيليه. احط بقى يا رب بقى بحق جناب الليمون ده كده اهو، بامر الله ياخد البرطمان عشان ما يبقاش ايه،
عبء عليا تاني عشان كل يوم اطلع لي بموال، وانا بقى ايه، تعبانه ومتضايقه وعايزه اضحك كتير. بس انتوا اللي هتضحكوني لما تدعموني كده. انا زعلانه على فكره ان انتوا مش بتدعموني. انا عملت الفيديو انا والاحفاد وكده ما دعمتونيش. دعموني كده يا حبايبي، دعموني دعموني عشان انا ايه يعني محتاجه ايه رضاكوا عليا، وربنا يرضيكوا دنيا واخره. وجابر الخواطر على الله على رأي ما بيقول، زي ولاد عيالي اللي الشحاتين دول اللي كانوا بيشحتوا في البتاع ده اسمه ايه في الفيديو، مش بيشحتوا حقيقي. بصوا اللي فيه البركة ما بيغلبش اهو. والله ادي الليمون اهو، بصوا اهو عصر الليمون ده. شيلي دول ده يدخلي دول. عصر الليمون ده اهو اهو. يا رب اكون عملت بقى صح زي ما كانت امي بتعمل واختي بتعمل. علموني وقالوا لي احنا هنسيبك وهنتوكل على الله في دعينا، فهم وجه الوقت اللي انا بدعي لهم والله الله يرحمهم رحمه واسعه. اهو انا كمان برضو هيجي يوم ويرحموا عليا. هم عيال برضو يدقوه يقولوا الله على ليمونك يا سيدي، على ليمونك يا سيدي. بياكلوا الجزر والفلفل والبتاع والدقه اكتر ما بياكلوا الليمون، يحبوا كده. بصوا انا بعمل ايه عشان الليمون ايه ياخد وضعه. احط برضو اخر نوبه دي جزر. بص انا نسيت ما بحطش سكر على فكره عشان هغيبه. عشنا وكلنا عمر رمضان. هاتي حبه الخل يا الاء وهاتي الزيت. اتخانق معايا الاء تقول لي دلوقتي انت قلتي يا الاء، بقالكوا كتير ما شفتوش الاء، مش عايزه تبان. هاتي الزيت. هذا خل؟ هاتي الخل. خليه حطيه. ما بطلع ما حطيش خل زيت. لا ده لازم ندعي خل. شايفين الفلفل؟ فلفل حامي بس وكبير قوي. وفي ليمون تاني وجايبهولي. في ليمون تاني. انا عارفه. ما لسه خلصنا اهو، عشان ان شاء الله يملى البرطمان. نملاه ليمون والفلفل كده خلاص، مفيش حاجه تاني اهو. نحط بقى ايه ملح والعصفر. الحاجه اللي انا ايه حاطاها اللي هي عباره عن كزبره وكركم وعصفر وحبه البركه وشطه. ماشي. وهحط برضو ايه معلقتين ملح. انا بحط بالبركه مش بالمقدار زي ما تيجي دقلها. اهو التاني الاول ليمونه الاخر ليمونه. الله اكبر عليه. انا عايزه البرطمان بامر الله ياخد الليمون كله، عشان انا ما بحطوش بحاجه تانية. اللي بحب احطه هنا كده برطمانات البلاستيك دي اللي بخلي فيها اللفت وبخلي فيها الزيتون وبخلي فيها كل ده اهو. بصوا انا بدقه كده عشان ياخد الليمون. شايفين كل ده ياخد جهد وياخد مجهود مني، وما بقتش اقدر زي الاول والله يا ولاد. بصوا كده. خدي يا لا دخلي ده. بصوا بقى خدي الطبق. بصوا شكله يتاكل حاجه. بصوا اهو اهو. بصوا بقى صلي على الرسول. اخر حاجه دي هعملها اللي هي ايه الشطيطه الدقه الفلفل الاحمر. دعكت في وشي شطه نار. بصوا بقى اهو.
انا شايلاهم دول من امبارح. بصوا عليا بقى، خليكوا باصين عليا، خليكوا باصين عليا. نعمل الحركه التانيه دي اهي 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 اهي. صلى على رسول الله، بارك وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. انسى بقى؟ لا مش هنسى. اهو اخر حاجه في الخلطه اللي انا وريتها لكم. بصوا بقى الليمون اهو، الليمون ليمون ده صافي معصور اهو 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 اهو. ياكل بقى في قلب الليمون. بصوا بس لسه بقى. لسه بيستهلك يخش عشان انا بدكها لسه. بصوا كل ده ولسه اهو. زي حاجه بتشفط من تحت كده اهو. بصوا اخر القشر. لسه هحط ميه. الحركه دي انا متعلماها، عينيا وجعتني. بصوا بقى حبه الميه، هاتي من الشاشه ده حبه الميه بحبه الملح. انا حاطاه امبارح بتاع الليمون بتاع امبارح. هاتي هو برضه بيبك ميته حلو يعني. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. حبه حبه بدع. انا بقلب بايدي. بصوا عشان ما تعرفوا البلدي بلدي. البلدي ايه يوكل. وما بحطش اسمه ايه جوندي ولا بلبسه ولا بحب اعمل بيه. احس ان ما عملتش حاجه. بصوا اهو بحب اقلب بايدي اهو اهو. كل ما تدي البرطمان كل ما تديله بقى ايه كفايه ميته. لسه اهو اهو. لسه عايز ميه اهو. على فكره نسيت اقول لكم ان انا حاطه الثوم مطحون في قلب الدقه الحمراء. بصوا حبه خل اهو اهو. حبه الخل. مش عايزه اسيب الليمون. فلاح فلاح. حتى ايه تمدلنا زي ما احنا فلاحين برضه اهو. بصوا الميه لحد فين اهو اهي كده خلاص. بصوا بقى احط حبه ملح. احط حبه ملح صغيرين تاني كده على الوش. والقشر الليمون. واحط قشر الليمون وحبه عشان ايه ما بحبش اسيب حاجه اتحاسب عليها اهو اهو اهو. بقيه الفلفل الاحمر. حط قشر الليمون اللي انا وريته لكم كله اهو اهو كده. قشر الليمون ده عشان ايه يبقى شكله حلو من فوق. خليكم معايا كده وشايفين. بصوا قشر الليمون ده تاكلوا حبة ليمون بقى بالهنا والشفا. وبرضه ما تنسونيش في التعليقات والاشتراك والمتابعة الحلوة. وبص احط حبة زيت. ازازة الزيت مبقاش فيها بركة. الله يبارك في عمركم. والله ما بقى فيها بركة اهي اهي. حتى دي انا همصمص. بصوا بقى اخر تكة دي. اخر تكة اهي بتاعت ام محمد اهي. ايه اهي اهي. حد يعمل زي كده اضحكوا بقى اهي عشان تعرفوا الفلاح فلاح. ارميها يا بنتي بقى في الزبالة. امسكي بقى خلاص اهو. بص شكله اهو. شكله جميل 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 يتاكل بالهنا والشفا. هنفتح امتى بقى؟ ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر على رمضان ان شاء الله. اهو اهو. هاتي الشنطه السمراء اللي كانت هنا. يا ليه فين هي؟ فين يا بنت الشنطه؟ هاتيلي الشنطه. بصوا هتخني بقى انا وبنتي بنتي. هاتي الشنطه. هاتي بقى مواريب الليمون ده اللي انا عملته امبارح عشان برضه مبقاش ايه. شيلي دي كل الكيس ده. ماشي.
عشان تبقوا شايفين. والنبي معاك تفتحي افتحي عليا ايه كنت من كده؟ اهو، بصوا عليا ده اهو، خليناه امبارح اهو. ده بقى مفتحاه، مش هعرف اجيب لكم ليمونه منه اهو. اهو استنوا خليكم ما تجروش، خليكم واقفين اهو. ده اللي شبه ايه بقى، اللي شبه اللي اتعصفر اهو. طب جميل هو كده استوى يا تيتا؟ لسه قدامها قد ايه؟ قدامنا ان شاء الله 10 ايام وناكل منه. عشان انت قلت لنا 5 ايام، لا انت قلت 5 ايام. هناكل بعد 5 ايام. شايفين انا حبيت عشان انتوا غاليين عليا فتحته لكم ووريته لكم اللي انا مخلياه امبارح، وده اللي انا خليته وانتوا معايا اهو. اهو بصوا بقى بعمل ايه عشان ما حدش يشوفه. هاتي الشنطه السودا دي، بص عشان انا اللي بيجيلي كتير. بصوا اهو كده لبسته ايه، طريقه لخ. شيل يا بنت، شيل الميتين، شيل الميتين من تحت. ادي التاني. الشنط دي برضو بشيلها، الشنط السودا دي. يعني ربنا يبين قلوبنا ويبين قلبنا يا رب. اهو كده اختمت بحمد الله. الحمد لله. بصوا انا قاعده وفرشه وقاعده ازاي، اديكوا شايفين قعدتي. خدي يا لا شيل. بصوا بقى يا حبايبي، ما تنسونيش بقى على القعده اللي انا قعدتها دي، والتخليل والحاجات الحلوه دي اللي انا ايه يعني عملتها دلوقتي قدامكم. ما تنسونيش بالدعاء الشفاء ان شاء الله انا واللي زيي. وما تنسونيش في التعليقات واللايك والشير والحاجات دي كلها. بص انا عملت على طريقتي الفلاحي ماشي، في ناس بقى بيعملوا بطريقه تانية، انا بعمل على طريقتي. كل شيخ وليه طريقه. ما تنسوش بقى طريقتي انا طريقه فلاحيه ماشي. وعايزه اقول لكم يا بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله هعمل فيديوهات حلوه وهوريكم الفراخ والبط اللي انا جبتهم. ربنا يطعمني فيهم بقى عن الديك اللي كنت واقفه على راسي. فاكرين الفراخ اللي بجيبها اكنها فراخ سيرك، على السيرك بتلعب على السيرك، زي اللي هي بتعمل في المولد والكلام ده. فانا سبت التمثيليه اهو وقعدت اعمل الليمون قدامكم. عملت بتاع امبارح بس مش قدامكم، بس وريته لكم. الليمون ده بالبركه والله بالبركه. الله يرحمها امي، هي اللي معلماني الحاجه دي، واختي الله يرحمها عليهم رحمه الله. فانا كنت صغيره وكنت بحب ابص الحاجه بتتعمل ازاي زمان يعني. وكنا بنخلي الليمون ده في الطشت، والناس تجيب شقه العيش، انتوا عارفين شقه العيش الفلاحي، نجيبها وناكل الليمون. ممكن ما نعملش اكل، ناكل ليمون مخلل باللقمه. الحمد لله كنا عايشين على كده والله. ما كناش بنقول لا عايزين ناكل ده، لا عايزين ناكل ده، لا عايزين ناكل مش عارفه ايه. لا هو الاكل اللي انا بناكله تقول لي عايزين جعانين كله ليمون مخلل بعيش. هو ده طلعنا عليه، طلعت عليه. بس انا ما باكلهمش بقى ليمون مخلل بعيش، بياكلوه جنب الطبيخ وجنب الحاجات اللي بعملها. فأسيبكم على خير إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين عشان يدعولي. وانتم ما تنسونيش تعملوا إن شاء الله لايك واشتراك في القناة وتعليق الجرس زي ما بيقولوا، وتدعوا بالشفاء. يشفي كل مريض واحنا من ضمن يا رب. يصبر كل واحدة ابنها اتفقد منها بنتها، يصبر كل الناس يا رب يا رب.